السلام عليكم. وانت قاعد مع اصحابك على القهوه كده، لو حد جاب سيره كندا في الكلام بتلاقي الكلام رايح في سكه الدراسه في كندا، العيشه في كندا، متطلبات الهجره لكندا اللي هو نفس الطريق. واللي يقول لك هو بص، هي البلد نظيفه جدا بس برد جدا. طيب هو ليه ما حدش بيتكلم على الصحراء اللي موجوده في كندا؟ وايه موضوع اطول حدود في العالم، تاني اكبر دوله في العالم؟ وايه قصه اكبر نسبه ميه عذبه في العالم والبحيرات العظمى؟ ومين هم الميتس؟ وايه موضوع القايقب ده؟ بيقول لك في عندهم آه مقاطعه بتصدر اكتر من 70% من القايقب للعالم. ايه اصلا القايقب ده؟ هو ده اللي هنتكلم فيه مع بعض النهارده. اهلا بيكم في جغرافيتو. اسمي اسلام، والنهارده هنتكلم عن جغرافيا دوله كندا. يلا بينا نبدا. هنبدا من عند الموقع. كندا موجوده في الجزء الشمالي الغربي من الكره الارضيه، او يعني شمال امريكا الشماليه. هي تاني اكبر دوله في العالم، فهي بتمتد من اول ابعد نقطه في كيب كولومبيا في الشمال لحد ابعد نقطه في الجنوب في بحيره ايري. المسافه دي حوالي 4634 كيلومتر. ابعد نقطه في الشرق فهي موجوده في كيب سبير، وبتوصل لابعد نقطه في الغرب اللي هي حدود اقليم يوكون ولايه الاسكا، والمسافه دي حوالي 5514 كيلومتر. لو حسبت الطول ده بقى في العرض هتلاقي مساحه كندا 9 مليون 985 الف كيلومتر مربع، يعني حوالي 10 مرات مثلا قد مصر ولا حاجه. المساحه الجباره والمكان الموجود في كندا بيخليك تحس ان هي زي شبه جزيره. فهتلاقي في الشمال المحيط المتجمد الشمالي، في الشرق المحيط الأطلنطي، في الغرب المحيط الهادي ما عدا الجزء اللي اتكلمنا عنه اللي بيفصل بين إقليم يوكون وولاية ألاسكا. أما في الجنوب فهي حدودها مع الولايات المتحدة الأمريكية، ودي أطول حدود في العالم، بتوصل ل 8891 كيلومتر. بيجي بعدهم الحدود بين كازاخستان وروسيا، وبيجي في المرتبة الثالثة الحدود بين الأرجنتين وتشيلي، ودي اتكلمنا عنها في حلقة الأرجنتين. بس الفكرة إن الحدود دي مش أي حدود، أنت بتتكلم على حدود موجود فيها جبال الروكي، واحدة من أجمل وأشهر سلاسل الجبال في العالم. ده غير مجموعة من الحدائق الوطنية زي ووترتون ليك وحديقة الميت جزيرة، وطبعا شلالات نياجرا المشهورة جدا. واهم حاجه في المنطقه دي هي الخمس بحيرات العظمى، ودول هنتكلم عليهم بالتفصيل واحنا بنتكلم عن المايه في كندا. قبل ما نتكلم عن المايه عايزين نشوف بس جغرافيا كندا الموجوده على المساحه الرهيبه دي عامله ازاي. عشان نسهل الموضوع احنا ممكن نقسم كندا جغرافيا لخمس مناطق: الجبال، السهول، الغابات، الصحراء، البحيرات والانهار. نبدا من عند الجبال. في الجزء الغربي هتلاقي جبال الروكي اللي زي ما قلنا بتتميز ان هي جميله جدا وفيها مناظر طبيعيه خلابه. اما في الجزء الشرقي فهتلاقي جبال الابلاش، مش الابلاش، ابالاتشن. اما في الجزء الشمالي فهي الموجوده في المنطقه القطبيه، والمنطقه دي كل طول الوقت بتبقى تلج. هي موجوده في مجموعه جزر في القطب الشمالي الكندي اسمها جبال الانويت او انيويت بالانجليزي. تاني منطقه هي السهول، ودي ممكن نقسمها لجزئين. الجزء الاولاني وده الموجود في الشرق على سواحل المحيط الاطلنطي. زي ما قلنا هناك في جبال زي جبال الابالاتشن، بس الفكره ان الجبال دي قديمه جدا وناعمه، فده بيخلي المنطقه فيها مسطحات كتير ينفع ان الناس هناك تعمل نشاطات زي الصيد، وبعض الاماكن اللي موجوده هناك برضه بيتم فيها الزراعه. اما السهول الكبرى فدي بتوصل من اول مقاطعه مانيتوبا، تمر بمقاطعه اسمها ساسكاتشوان لحد لما توصل لمقاطعه البرتا. المنطقه دي هي من اهم المناطق الموجوده في كندا، عشان هناك بيتم زراعه معظم الحبوب والمحاصيل الزراعيه اللي بتتزرع طوال السنه. ثالث منطقه وهي منطقه الغابات، ودي ممكن نختصرها في الغابات الموجوده في الجزء الشمالي بيسموها التايجر. الغابات دي بتشتهر ان هي موجود فيها شجر المثلثات، يعني زي الصنوبر، الارز اللي هو شجر طبعا لبنان المشهور، وطبعا القيقب. هنتكلم طبعا عن القايقب بتفصيل اكتر، بس اديني سيكه كده. لكن صحيح بعد اذنك لو ممكن بس تعمل سبسكرايب في القناه ولايك للفيديو ده، والموضوع عجبك لحد دلوقتي. المهم، رابع منطقه وهي الصحاري. وايوه كندا فيها صحراء. في الجزء الشمالي هنلاقي الارتيك تاندرا، والمنطقه دي شبيهه جدا بالربع الخالي، بيوصل لها حوالي 25 سنتيمتر من الميه بالكتير كل سنه. المنطقه دي هي اتلج صحراء او ابرد صحراء موجوده في العالم. وفي طبعا مناطق شبه صحراويه زي الموجوده في جنوب مقاطعه بريتش كولومبيا. المناطق دي مناخها جاف وهي شبه صحراويه. خامس منطقه منطقه البحيرات والانهار. شوف، في العاده لما نيجي نقول ان مثلا 2% من مساحه دوله متغطي بالميه، فاحنا كده بنقول ان الدوله دي فيها ميه كتيره جدا. بالنسبه لكندا 7.6% من مساحتها متغطي بالميه، عباره عن انهار كتير جدا وبحيرات كتيره جدا وميه عذبه كتيره جدا. كندا هي واحده من اكتر الدول في العالم اللي فيها ميه عذبه. لو هنتكلم مثلا على اشهر واطول الانهار الموجوده في كندا، فاحنا بنتكلم على نهر زي نهر ماكنزي، نهر فريزر، نهر نيلسون، ونهر سانت لورنس. لما نيجي نتكلم عن البحيرات يبقى لازم نذكر البحيرات الخمسه العظمى، ودول اللي موجودين على الحدود بين الولايات المتحده الامريكيه وكندا. خصوصا هتلاقيهم بين ولايه ميشيغان في امريكا ومقاطعه اونتاريو من ناحيه كندا. البحيرات دول هم بحيره سوبيريور، ودي اكبر واعمق واحده فيهم،
بحيره هيرون، بحيره ايري، وبحيره اونتاريو اللي هي اصغر واحده في الخمس بحيرات. اما خامس بحيره هي اصلا مش موجوده في الحدود بين كندا وامريكا، هي بحيره ميتشيغان. هي موجوده بالكامل في ولايه ميتشيغان، لكن هي بتعتبر كجزء من نظام البحيرات الخمسه العظمى. البحيرات دي اهميتها بيئيا واقتصاديا كتيره جدا، فبيحصل فيها ملاحه، صيد، سياحه، بالاضافه لان هي اكبر مصدر للمياه العذبه في كندا. طبعا الموقع اللي فيه كندا والمساحه الكبيره بالاضافه للجغرافيا والتضاريس المتنوعه الكتيره، ده بيأكد لك ان كندا فيها كل انواع المناخ، وهي فعلا فيها الاربع فصول. لكن احنا ممكن نقسم المناخ في كندا لاربع انواع. اول واحد هو المناخ القطبي، وهناك انت بتتكلم في المنطقه دي موجوده في الجزء اللي في الاخر خالص اللي في الشمال، يعني شتاء طويل جدا وبارد جدا، وصيف قصير جدا وبارد جدا. تاني مناخ هتلاقيه في المناخ القطبي البحري، ده هتلاقيه يعني قريب من المحيط المتجمد اللي في الشمال. المناخ ده يعتبر شبه قطبي، بس التأثير بتاع المحيط بيخلي الدنيا أبرد شوية، بس الدنيا لسه برد جدا. تالت نوع هو المناخ القاري، ده هتلاقيه في معظم مناطق كندا. الفكرة إن الشتاء طويل وبارد، بس الصيف قصير ودافي. تالت نوع هو المناخ القاري، ده اللي تقريبا موجود في معظم مناطق كندا. الشتاء فيه بيكون بارد وطويل، والصيف دافي وقصير. أما آخر نوع فهو المناخ المحيطي، وده الموجود في الجزء الغربي، هتلاقيه على المحيط الهادي. الفكرة إن الجو بيبقى معتدل صيف وشتاء، بس الدنيا بتمطر طول السنة. أعلى درجة حرارة اتسجلت في كندا كان 5 يوليو 1937 في مدينة اسمها بلو جراس في مقاطعة ساسكاتشوان، ودي كانت 45 درجة مئوية. وأقل درجة حرارة اتسجلت كانت سالب 63، ودي كانت سنة 1947 في إقليم يوكون. المساحة الرهيبة دي، تنوع جغرافي، تنوع في المناخ، مياه بالهبل، أكيد في تنوع بيولوجي في كندا. بتتكلم إن في حوالي 450 نوع مختلف من الطيور، 17,000 نوع من النباتات، 200 نوع من الحيوانات، عايشين في حوالي 30 محمية طبيعية. خد فكرة سريعة كده عن السكان والثقافة في كندا. مش معروف بالظبط يعني امتى أول سكان وصلوا للمنطقة دي، بس بيقول لك إن من حوالي 15,000 سنة، وخلال الهجرات اللي كانت بتتم بين أوروبا وأمريكا من خلال مضيق بيرينج، ظهر أول مجموعة هناك وسموهم الأمم الأولى أو الفيرست نيشنز. ودول كان عادة يعني في الأوقات دي من الأزمنة كانوا بدو يلقطوا رزقهم من الصيد أو جمع الثمار وهكذا. وبعدها بمئات السنين ظهر في الجزء الشمالي عند جبال الإنيويت أو جبال الإنويت مجموعة تانية من البدو وسموهم قبائل الإنويت، لحد لما بيظهر أشهر يعتبر أجدد الأنواع من القبائل دي، وهم الميتيس. الميتيس دول كانوا عبارة عن جزء من السكان الأصليين اتجوزوا جزء من الأوروبيين، اللي بدأ أول ظهور ليهم في القرن العاشر لما بدأ يوصل رحالة النورديين اللي هم الفايكنجز يوصلوا للمنطقة دي. كانوا أصلا وصلوا بالغلط، بس طبعا كالعادة وكعادة الفايكنجز يعني ما طولوش وكانوا بيرجعوا، لحد لما بدأ يوصل بقى جون كابوت من إنجلترا وجاك كارتيه من فرنسا، وبدأوا إن هم يتعايشوا مع السكان الأصليين ويتجوزوا منهم. مجموعة السكان الأصليين دول كان ليهم لغات مختلفة، فهتلاقي 70 لغة أصلية متفرع منها حوالي 200 لغة أصلية. يعني الأمم الأولى كان ليهم لغاتهم، الإنيويت دول كان لهم لغاتهم، بعد كده الميتيس لهم لغاتهم، بيجمعوا حوالي 200 لغة. الا ان السكان في العموم النهارده اللغات الاصليه دي مش هي الدارجه او مش هي الاشهر. فهتلاقي الانجليزي بيتكلموا حوالي 56% من السكان، 22% من السكان بيتكلموا فرنساوي. اما الجزء الاخير اللي هو حوالي 20% من السكان دول بيتكلموا لغات تانية غير الانجليزي والفرنساوي في بيوتهم. يعني هتلاقي صيني، انجابي، اسباني، ايطالي، وطبعا عربي. الاصول الكتير، اللغات الكتير هتخلي في تنوع طبعا في الاديان. لكن 67% من السكان هم مسيحيين، 24% منهم ما بيؤمنش بأي دين، لكن بيجي في المرتبة الثالثة الدين الإسلامي بحوالي 3.2%. بعد كده بتلاقي أديان زي اليهودية، الهندوسية، البوذية، والأديان الأصلية طبعا. ودلوقتي الدور جه على العلم الكندي وحكاية القايكة. العلم ده تم اعتماده رسميا سنة 1965 يوم 15 فبراير. بس لما تبص على الألوان بتاعته كده تحس اللي هو قال لك احنا مش عايزين نزعل حد وعايزين نراضي الناس كلها. فعملوا الشريطين الحمر دول من الصليب الأحمر اللي كان موجود على علم سانت جورج، واللي كان بيستخدمه المستعمرين البريطانيين. أما اللون الأبيض فجابوه من العلم الملكي الفرنسي، طبعا المستعمرين الفرنسيين. وفي النص قال لك برضه عشان يعني نراضي السكان الأصليين وإن دي الشجرة الوطنية بتاعتنا، فحط الورقة بتاعت القايك. الأسطورة بقى بتقول لك إيه، واحد زمان من اللي هم السكان الأصليين دول في يوم كان مصطاد غزالة، وقاعد جنب مراته مستني إن هي تطبخ له الأكل وبتاع، وقام فجأة ماسك الفاس بتاعته وراح راشقها في شجرة قدامه. الشجرة دي بدأت تنزل عصارة. مراته أخدت العصارة دي
وراحت حطها على اللحمه اللي هي بتطبخها. ولما جم ياكلوا لقوا اللحمه دي، الله ايه الحلاوه دي، ايه الجمال ده. ومن ساعتها بدأوا ان هم يستخدموا الطريقه دي، ان هم يخرموا الشجره، يطلعوا العصاره اللي فيها، يغلوا العصاره دي، وبعد كده اللي يتبقى السيرب او العسل اللي باقي ده يحطوه على الاكل، يعملوا منه سكر، يحطوه على الحلويات، يعملوا منه زبده، وهكذا. النهارده طبعا وبطرق متقدمه ومتطوره اكتر بكتير، مقاطعه كيبيك هي اكبر مصدر ومنتج للعالم من الشراب بتاع القايكب او الميبل سيرب ده، بحوالي 70% من امدادات العالم. وعلى حسب لونه بيتحدد سعره، مثلا الذهبي بسعر، الكهرماني بسعر، اللون الداكن شويه بسعر، والداكن جدا بسعر، على حسب يا باشا انت عايز ايه. غير ان هم بيسوقوا له بقى طبعا بان هو فيه عناصر غذائيه مفيده جدا زي المنجنيز والزنك ومضادات اكسده وكل الكلام ده. الفكره ان الشجره بالورقه بالعصير اللي بيطلع من الشجره، الموضوع كله هو جزء من الثقافه الكنديه والسكان الاصليين الموجودين في كندا. اكيد طبعا هنتكلم بتفاصيل اكتر عن السكان الاصليين، تاريخهم وحياتهم، امتى وصل الفايكنج وامتى وصل الانجليز وامتى وصل الفرنسيين. كل ده هيكون في الحلقه الخاصه بتاريخ دوله كندا. بس كده، ده كان ملخص سريع لجغرافيا دوله كندا. يا رب الحلقه دي تكون عجبتكم. ما تنساش تعمل سبسكرايب في القناه، لايك وشير الفيديو، واشوفكم في حلقه جديده من جغرافيتو. سلام.